المعلومة طرحت للرأي العام، وفي جهات بالتأكيد لازم تكون مهتمة بتنقيح الكلام ده والتأكد منه وإيجاد تفسيرات. يعني الحقيقة يعني امبارح لما كنا بنقول شاهد ما شافش حاجة أو كاميرات ما سجلتش حاجة، والله كنا بنقوله كده يعني كتعبير بلاغي استهلالي، إنما لا، ده هو ده ناقص نقول إنه مش عايزة أدخل في وصلة من التهكم الممزوج بالغيظ، لأنه ما فيش أي حاجة تفسر إنه مصر أو الميدان كان بيتشال وبيتحط من النظرية. بلاش سياسة، مش بنتكلم لا على ثوار ولا متظاهرين ولا أمن ولا أي حاجة ولا جمال ولا حمير ولا حاجة، إحنا بنتكلم على تأمين المتحف. يعني المتحف في اللقطة اللي فاتت مثلا، أدي طرف المتحف أهو، أدي المتحف أهو، هو أمن المتحف مش شايف كل الخطر الأمني اللي على المتحف؟ يعني هو في لحظة من اللحظات، افرض اللي موجودين دول غرضهم الأساسي هو اقتحام المتحف واستباحة أهو، معقولة كاميرا ما تصورش ده؟ معقولة في حد في المتحف مسؤول أو في الآثار ما كانش متنبه إنه ده يتصور؟ ولا الحاجات دي اتصورت والشرايط مخفية؟ ولا الحاجات دي اتصورت وبرضه بالغلط اتمسحت؟ عيب أن نستفيض في نظريات قائمة على المؤامرة وغير قائمة على معلومات، إنما برضو الرحمة والرأفة بعقولنا.